فهل كان الصحابة على مثل ما عليه هؤلاء؟ وهل هؤلاء على مثل ما كان عليه الصحابة؟ هؤلاء يوالون ويعادون على آرائهم وعلى مذهبهم وعلى جماعتهم وعلى انتماءاتهم، فرقوا الأمة ومزقوها وشتتوها ودمروها ومكنوا منها أعداءها. والذي يحدث في سوريا اليوم، سوريا خرجت من حساب القوى في المنطقة وستعود إلى العصر الحجري. كان على رأسها رئيس ظالم جائر منحرف مبتدع، وبعضهم يكفره لأنه كان بعثيا أو هو ما زال، وهو نصيري ليس من أهل السنة. كل هذه العبر فيه. ولكن الأسلحة التي تمتلكها الدولة الآن ستدمر، وحلف الأطلسي سيأتي ليدمرها بحجة ألا تقع في أيدي الإرهابيين. فما الذي تملكه سوريا بعد ذلك من القوة؟ لا شيء. ويقولون سنقيم الحكومة الإسلامية. يا خونة، أي حكومة إسلامية؟ ستحاربون بسكين المطبخ وعصا الراعي؟ أي سلاح معكم؟ ستحتاجون 100 عام لإعادة البنية التحتية. سيقف أعداؤكم ناحية ليتفرجوا عليكم وأنتم تبنون قواعد المجد وحدكم كما يحدث في مصر. لقد تخلفتم قرونا لخروجكم على الكافر الظالم المبتدع ما شئتم من الوصف، ولكنها دولة متماسكة. وأما ما يحدث في سوريا فهو الذي وقع في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي السودان. ستصير إلى أهل سنة وروافض نصيريين، والأكراد لهم امتداد مع تركيا، فسيقولون نريد حكما ذاتيا. ستصير سوريا 4 دويلات في المنطقة وهي متاخمة، جزء منها محتل بأيدي اليهود، هضبة الجولان محتلة، فما الذي بقي منه؟ ويقولون نريد أن نزيل النظام الظالم. أنتم الظلمة. النظام ظالم لا خلاف عليه، ولكن الدولة متماسكة. وما اجترأ علينا الغرب إلا بعد أن وقع ما يسمى بالربيع العربي، صاروا يمرحون في ديارنا ويأمروننا وينهوننا. وها هي ليبيا يحكمها الليبراليون بسبب الثورة الإسلامية التي قام بها الإخوان المسلمون والمنحرفون. صارت إلى الليبرالية لأن الشعب لم تأتي صناديق انتخابه بالإسلاميين، قالوا لا نريدهم واختاروا الليبراليين. ولو وقعت انتخابات في مصر اليوم لنحوا الإسلاميين وأتوا بالكفار أو بالنصارى أو أتوا بالليبراليين والعلمانيين. أليست هي الديمقراطية التي أتى بها المشايخ الدراويش الذين خانوا الله ورسوله وخدعوا الأمة تبعا للإخوان المسلمين، وهم خوان المسلمين وليسوا بالإخوان المسلمين، هم خوان المسلمين. الجنوب في اليمن سينفصل ليرجع إلى الشيوعية مرة أخرى، والغرب في السودان سينفصل لتصير إلى 3 دويلات، وليبيا ستصير أيضا إلى الانفصال بجنوب وغرب وشرق، ومصر يخطط لانفصالها. سيناء ليست تحت السيطرة، والنوبة على وشك، والنصارى ينتظرون حتى يوضع ما يسمى بالدستور الإسلامي، وحينئذ يخرجون. أخباط المهجر لا يتكلمون الآن ولا يعترضون، يقولون افعلوا ما شئتم، حتى إذا ما قالوا سنطبق الحدود وسنفعل ولن يفعلوا شيئا. المجتمع غير قابل، لأنه لابد من دعوته إلى الله تبارك وتعالى ابتداء. الناس لا يقبلون، فإذا ما فعلوا ذلك خرج لهم نصارى الداخل والخارج، وبدأت القوى تتحرك، والغرب يرفع الصوت. حقوق الأقليات، وهؤلاء لما تحكمونهم بدينكم؟ لهم دين فليحكموا به. ثم يصار إلى ما يسمى بتقرير المصير، حق تقرير المصير بالحكم الذاتي، وتبدأ الانتخابات.
فإذا اختاروا أن يصيروا دولة داخل الدولة فلهم ذلك، كما وقع في السودان، فانفصل الجنوب عن الشمال، وصار الشمال من أفقر دول الأرض، لأن الثروات كلها صارت إلى الجنوب. لا يجوز نصب الولاء والبراء على مذهب فكري أو جماعة أو فرقة أو حزب، كل هذا من عمل الشيطان، ولن يصلح عليه حال المسلمين.